السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هاني نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم قصه ديال العرس. موسم الاعراس مع حكم دابا ولا العرس هذا الصيف تيكون موجود تبارك الله. ايوا يا لالا ويا سيدي، هاد موالين العرس اللي كيعيطوا للانسان وما كيبغيوش، كي دايره هادي تيعيطوا لك. مثلا حنا عندنا في العرس العروبيه تيعيطوا للراجل السبت والعيالات الحد. هذا الراجل بعيد، كاين اللي تيكون في الصحراء، غير اللي في المهم مناطق بعيده، كيجي هو ومرتو، كيجي هو مع الرجال والمراه تتبغي تجي مع العيالات. وهاد المراه ما تتلقى لا فين تبات ولا فين تقعد. الا قالت للناس الله يهنيكم نهار السبت يقولوا لا الله يهنيك. ما فهمتش انايا هاد الانسان هذا واش تيعرض عليك، باغي تعطيه الفلوس وتقلبيه من الباب؟ والله ما عرفتش. وحتى الناس اللي تيكونوا، حنا تنهضروا على العروبيين، اما نجينا راه كيديروا في القاعه نهار واحد راه كلشي كيتزي، كلشي تيمشي في حاله وصافي، ماشي بحال العرس تاع العروبيه. العرس تاع العروبيه تيكون فيه سيمانه اللي كتكون فيه، تكون فيه العراضات، تكون فيه الحنه والعلام، تتكون فيه. ولكن تنشوف انا هاد الانسان تيكونوا العائله تتكون بعض المرات تكون مجاوره داك العريس ولا ديك العروسه. ايوا داك دار العروسه، دار العريس ولا دار العروسه راه كتكون عامره ببنادم معذورين. ولكن هذوك الحباب اللي تيكونوا مجاورينهم ما كيبغيوش الناس يديوهم عندهم يباتوا عندهم، ما كيقبلوهمش. ايوا الله يهدي ما خلق. هذا الشيء اللي تنقولوا كيشوفوك كيبدلوا وجههم، ما باقاش تيبغيو يدويو معاك. ايوا اللي قريب راه كيمشي في حاله، ايوا اللي بعيد مسكين كيفاش يدير؟ واش نقول لكم، بنادم ولا فيه السم ولا فيه الحقد. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. العرس راه يفوت العرس تيبقى غير الضغينه وتيبقى الحقد على الانسان، واليوم عندي وغدا عندك وهادشي، والعرس راه غير سلف. هو الانسان الا جا عندك وحازو الوقت، علاش لي ما نديش ونمرحب بيه ونبيتو، ياك باغي غير ينعس تا الصباح و ويرجع لدار العرس، ما فيها حتى شي عيب. واش بيبون لينا في الملايات حاشاكم؟ ما عرفتش انا اش هاد الاخلاق اللي ولات. حقوا الشتا ما باقا تبغى تصب، وحقوا الزنزال ما يجي يضرب عباد الله، وحقوا الغلا ما يولي في البلاد، وحقوا الحراره ما تقتل الناس في البشر والعافيه. راه كاع اللي عطاه لينا الله عطاه لينا على قد فعايلنا. الله يجعل مولانا يشوف من الحال وصافي. العرس راه فايت باش ما كان. وهداك الانسان اللي قاعد عندك واحد الليله راه ما عاد يتقبلك، ما عاد يخسر لك فراش. ايوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. والله يهدي ما خلق. اما بنادم في هذا الزمن خياب. ما المدينه تيكون عرسهم زوين، تيكون مره واحده في القاعه، تيجي الراجل مع مرتو تيمشيو في حالهم بجوجهم بحال بحال. اما عرس الباديه ما بقاو لك الاولاد اللي ودا ولادو قال لك ما بغاوه. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ما شاء الله لا يهدي ما خلق. هادشي اللي تنقول بزاف الهضره. كما قلت لكم عرس العروبيه تيكون الناس تيمشيو بوليداتهم بحبابهم، تيعرضوا على الدار كامله، وكيمشي كلشي ديك الساعه كلشي تيمشي، كلشي فرحان، كلشي ناشط، ما كاين لا سم ولا حقد. الانسان كتشقاي معاه، كتوجدي معاه الحباب. الناس العروبيه راه عارفين العراس كيف تيكونوا في العروبيه. تيكون كلشي فرحان، كلشي واكل، كلشي شارب، كلشي مبدل، كلشي عايم، كلشي شاقي، كلشي واقف مع دوك الحباب حتى تيمشيو في حالاتهم وتفرق العرس، ويخملوا مع هذاك مولات العرس، ويجمعوا معاها المواعن، والناس ناشطين وفرحانين، وكانت البركه، وكان الخير، وكان الحقد ما كاينش، بنادم قلبو صافي. اما دابا الله حضر السنه ما الانسان كيعرض عليك وما حملك كاع تجي عنده.
وقيلا لا بغينا نعودو نصيفطو لهم الفلوس في البراوات ونقعدو في حالتنا مانمشيو عند حد. هادشي اللي كيبان ليا ولا في هاد الزمان هذا. ايوا هادشي اللي غادي نقول لكم، اللي في هذا الطبيعه يحيدها منه، اللي عرض على الحباب يقد بيهم ويضحك في وجههم، ماشي يعرض عليك الانسان وما يحملكش، ما يحملك كاع تجي عنده بقى يشوف فيك دوك الشوفات الناقصه. علاش عارضه عليا انا بغيتي تبقاي تشوفي فيا دوك الشوفات الناقصين؟ يخليني اختي في داري ما نمشي عند حد. الانسان يوقف لك العار يعرض عليك ومنين تمشي عنده يقلب عليك وجهه. ايوا بارطاجيو هذا الفيديو وشكرا على المتابعه، الى اللقاء.